اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش المورق زي ما انتوا شايفين كده، التحفة والجمال والشكل والريحة والطعم وكل حاجة حلوة فيه. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعملي لي شير للفيديو علشان الكل يستفيد. متنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في التعليقات. انا حطيت كده بصلة مبشورة مفرومة في الكبة. كنت عاملة كمية بصل كبيرة علشان بس كنت هاخد منها لأكل تاني، يعني كل الكمية دي مش هعملها اللحمة دي، هنعصج بيها اللحمة كده. بعد ما خدت منها حتة صغيرة خالص كنت هعمل بيها حاجة تاني، بس فحطيت عليها اللحمة كده زي ما انتوا شايفين. نزلت باللحمة بعد ما البصلة كده ما حمرتش معايا، صفرت بس. هنبدأ نحط اللحمة ونفضل نقلب فيها. نبدأ كده نفك اللحمة ونقلبها مع البصل. هنا قطعت قرن فلفل كده كان حامي علشان يدي طعم حلو كده للجلاش، وحطيته عليها. لو عندك زيتون برضو حطي زي ما تحبي، يعني حاجه يعني انت حابه ان انت تحطي زيتون حطي عادي لو الجلاش يعني حباه كده، بس انا ما بحبوش بالزيتون فحطيت فلفل بس. وحطيت كده حبه زيت علشان ابدا ان انا اقلب فيها شويه علشان اللحمه تستوي معايا. وحطيت معلقتين من الطماطم، بس الكاميرا فصلت مني. يعني بعد ما عملت حطيت التوابل حطيت معلقتين من الطماطم بالظبط، معلقتين صغيرين. وحطيت كده فلفل اسود وملح، وحطيت توم باودر وبصل باودر. دي التوابل بتاعه اللحم. بدأت ان انا اقلبهم كده. بعد ما عصجنا اللحمه نبدأ بقى نعمل الجلاش. اهم حاجه ان احنا ندهن الصينيه كويس خالص بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. انا بعمل ايه؟ نجيب يعني رج اللي هو طبقة طبقة، ونحطها كده زي ما انتوا شايفين. عندنا هنا طبق شوربة، ونحط في طبق الشوربة بيضة، نكسر فيها بيضة كده زي ما انتوا شايفين، ونحط فيها حتة فلفل اسود، ونكون محيجين الشوربة برضو، ونقلبها كويس خالص كده. وعلى كل طبقة نرش شوربة كده زي ما انتوا شايفين كده، حبة بسيطة من الشوربة. هنحط التاني. اهم حاجة ان من تحت يكون الطبقات اكتر من فوق. عايزين تقسموهم بالنص، يعني الجلاش تقسمها بالنص برضو عادي، بس انا بحب ان هي تكون من تحت اكتر من فوق عشان تكون ماسكة نفسها يعني كده. فمثلا لو انت حاطه مثلا 8 من تحت حط 6 من فوق، حاطه 6 من تحت حط 4 من فوق كده، فاهمين؟ يعني خلي اللي من فوق اقل من اللي تحت ب2 مثلا. او لو عاوزه تحطيها عايزة تحطها بالنص، يعني مثلا لو 8 و8 ماشي، عايزة تحطها 6 و6 ماشي عادي برضو، بس اهم حاجة متجليهاش من تحت كده. كل ما احط طبقة احط عليها الشوربة اللي بالبيض اللي احنا عملناها. في خطوة مهمة خالص هنا، الطبقة اللي احنا هنحط عليها اللحمة مش بنحط عليها اي حاجة، مش بنحط عليها شوربة. خليكم ملاحظين ان الطبقة اللي احنا بنحط عليها اللحمة مش بنحط عليها اي حاجة ولا شوربة ولا اي حاجة، بنحط اللحمة كده بس. نبدأ نحط طبقة تاني. الطبقة اللي فوقيها دي برضو بنحط شوربة، مفيش غير الطبقة بس اللي بنحط عليها اللحمة هي اللي مش بنحط عليها شوربة. نكمل باقي الطبقات. شوربة زي ما اتفقنا، كل طبقة شوربة.
دي كانت اخر طبقة احطها، فهبدأ ان انا اسويها كده من الجناب. اهم خطوة ان احنا نقطعها قبل ما ندخلها الفرن. بعد ما بنحط كده الشوربة ونكون خلصناها بنقطعها قبل ما ندخلها الفرن، علشان لو حطيتها في الفرن مش هتعرفي تقطعيها بعد ما تطلع. لازم نحدد القطعات كده زي ما انتوا شايفين، زي ما انا بعمل كده بالظبط، على حسب القطعة اللي انت عايزاها. كده بعد ما قطعتها بدأت ان انا احط برضو شوربة تاني من فوق كده على الوش. ونحطها في الفرن على نار هادية خالص علشان ما تتحركش وما تطيبش. يعني لو انت حطها على نار هادية هتلاقيها ان هي اتحرقت بس ما طابتش من جوه، فانت تهدي النار خالص وتروح حتى الصينية وبس كده وتطلعيها وبألف هنا والشفا. اهم حاجة ان انت تغطيها بعد ما تطلعيها على طول، تغطيها بورق فويل او تغطيها بصينية علشان تطرى معاكي، دي اللي هتخليها تطرى. لكن لو سبتيها كده في الهواء هتلاقيها نشفت. اهم حاجة تغطيها بعد ما تطلع من الفرن على طول. متنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.